تعالوا اقول لكم تتبيلتي في الكبده البانيه مع المكرونه. اكله خطيره سهله جدا وطعمها يجنن. متهيألي كلنا بنحب الكبده مع المكرونه. اول حاجه في الوصفه انا بتبل الكبده بكوبايه من عصير البصل، عليه نص معلقه من الثوم، وكمان بضيف شويه توابل ملح وفلفل كمون كزبره وبابريكا مدخنه، وبضيف عصير ليمون، استخدمت نص ليمونه بس حجمها كبير شويه، وكمان بضيف نص معلقه من الخل. وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه كويس قوي، وهنبدا ننقع فيه الكبده. زي ما انتم شايفين الكبده انا مقطعاها شرايح بالشكل ده. هسيبها في الخليط على الاقل ربع ساعة. الكبدة بتقعد في الخليط مش وقت كبير زي اللحمة، من ربع ساعة لنص ساعة بالكتير. هنا محضرة البقسماط، انا بقليها في بقسماط، ممكن نضيف عليه شوية توابل تانيين من اللي احنا استخدمناهم. بعد كده هنحط الكبدة، ما استخدمش اي حاجة تاني غير البقسماط والخليط اللي انا عملته. وانا بس بحط الكبدة بدوس عليها بالشكل ده. مهم جدا الخطوة دي عشان البقسماط يمسك كويس في الكبدة، وما تقلقوش هو فعلا بيمسك كويس زي ما انتم شايفين كده. هخلص كل الكمية، انا استخدمت كيلو واحد، وهنا مسخنه زيت وهبدا اقليها. طبعا الكبده بتاخدش وقت كبير، بتستوي بسرعه جدا. اول ما تاخد لون على الوش الاولاني هنقلبها على الوش التاني. زي ما انتم شايفين الخليط ماسك على الكبده كويس، ما فكش منها. وعايزه اقول لكم ريحتها خطيره بالتتبيله اللي انا عملتها. هخلص كل الكميه ونقدمها. اكله سهله وسريعه وطعمها خطير، جربوها ومتاكده هتحبوها.